نص الفصل 13 من الدستور الجديد على سيادة الشعب التونسي على ثرواته الطبيعية، وبالرغم من أهمية هذا الفصل في تكريس مبدأ الشفافية في قطاع الطاقة دستوريا، إلا أن الأسئلة لا تزال مطروحة حول مدى سلامة العقود المبرمة في هذا المجال، لا سيما مع تأكيد ممثلين عن المجتمع المدني لتواصل التمديد في رخص استغلال المحروقات بصفة غير قانونية. في 31 ديسمبر 2014 يصدر قرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد امتياز استغلال معناتها ضخ النفط معناتها جبدان النفط لمدة 25 سنة كاملة، بمعنى أنه قرار من وزير الصناعة أخذ قرار استراتيجي في حق الدولة التونسية في حق الشعب التونسي بالتمديد في رخصة سيدي ليتاي وسيدي البحارة لمدة 25 سنة، بما يجعل رخصة الاستغلال هذه اللي تستغلها شركة تونسية للنفط وقتاش توفى سنة 2048. عندك تقرير دائرة المحاسبات، تقرير مفصل جاء على جميع حالات الفساد الموجبة لاسترجاع حقول النفط، أو على الأقل الموجبة لاسترجاع أقل شيء نصف حقل مسكار استغلال معناتها إنتاج مسكار. من حقنا أنه نسترجعوا نصف طاقة إنتاج حقل ديدان تابع رخصة الزراعة.